السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. النهاردة أعزائي المشاهدين بنتكلم على الأمراض والمشاكل الصحية اللي بتخص أوجاع الأسنان واللثة الحساسة المريضة أو المؤلمة أو الناس اللي عندهم خراج في أي جزء من الفم. طريقة العلاج بالنسبة للرفلكسولوجي هي سهلة جدا جدا. بحاول إن أنا أمسك صوابعي من الظهر واقوم بعملية التدليك كده من فوق الى القاعدة بهذه الطريقة، كل صابع كده حوالي مرتين 3، وبعد كده امسك الصابع التاني وهكذا من الظهر. فعلا ناس كتير جدا جربناها، لما بيكون في عنده اي الم هذا الألم بيزول تماما إلى أن يذهب إلى طبيب الأسنان ويشوف بقى المشكلة إذا كانت عايزة حشو اللي عايز خلع whatever أيا كان الموضوع يعني بهذا الشكل. زي ما حضراتكم شايفين، وبرك هكرر نفس اللي أنا عملته دون هنا هكرره في الإيدين التانية. شوفوا قد ايه ايدينا مهمه جدا ازاي، ونقدر نعالج بيها كل حاجه ازاي، ما نقدرش نقول الا غير سبحان الله. ونشكر فعلا الفراعنه اللي قدروا ان هم يبدعوا لينا ويتوصلوا الى هذه العلوم اللي اثبتها الاسلام واكد عليها، فسبحان الله. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. للتواصل معايا الرجاء الاتصال على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.